السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا اسمي احمد رجب، والنهارده هنبتدي كورس كده صغير هنتكلم فيه عن الاودو امبلمنتيشن للاكاونتنج. تمام. الابلكيشن بتاع الاكاونتنج اودو طبعا برنامج غني عن التعريف، برنامج فيه كل السيكتورز متغطيه، كل المجالات يعني. بيجي البرنامج باشكال كتيره، يعني في برنامج مخصوص للاكاونتنج وبرنامج مخصوص للانفويسنج للفواتير، برنامج للعملاء، برنامج للموردين، وفي برنامج لنقاط البيع، وهكذا. احنا النهارده هنعمل امبلمنتيشن للابلكيشن بتاع الاكاونتنج بس، اللي هو الخاص بالشغل الحسابات يعني. اودو فيها ميزه طبعا معظم الناس عارفينها، ان هو بيديك ابلكيشن من الابلكيشنز دي كلها ببلاش مدى الحياه، تقدر تعمل بيه اللي انت عايزه. ما اعتقدش ان في شركه تاني بتعمل الكلام ده. والابلكيشن اللي انا شغال بيه النسخه الفري دي، شغال بيها اكتر من سنه، ومش ما بيجيش في وقت يقول لك لا احنا محتاجين نابجريد او نعمل اي حاجه. احنا دي حاجه. تاني حاجه اللي هنتكلم فيها هو ايه الامبلمنتيشن اصلا. احنا هنعمل امبلمنتيشن يعني هننستول البرنامج؟ لا، احنا مش هننستول البرنامج، احنا هننستول الشغل اللي على البرنامج، بحيث ان اللي هيشتغل على الابلكيشن ده راجل محاسب. فالراجل المحاسب ده عايز يعني لما يعمل حركه، الحركه دي معموله او الانتري ده معمول يسمع في الحسابات الصح. احنا بقى اللي هنظبط الحسابات دي للشغل بتاع الناس دي. فخلينا كده نقول بسم الله، نبدا بسم الله نستعين ونبتدي ونتوكل على الله. اول حاجه الابلكيشن احنا لما بنفتحه بيظهر لنا بالشكل ده. تمام. احنا نازلين زي ما قلنا النسخه الفري، بيبقى فوق اسم الشركه طبعا. انت لو بيديك بقى، لو انت عندك كذا شركه بتعمل الكلام ده، السيتنجز بتاعت البرنامج والابس اللي موجوده على الابلكيشن لو احنا عايزين نبص عليها يعني. دي كل الابلكيشنز اللي موجوده ليك، زي ما قلنا ابلكيشن واحد ببلاش. دي كل الابلكيشن بتاعتك، سوري مش بتاعتك، دي الابلكيشن اللي موجوده على اودو، تقدر تستخدمها في حاجات كتيره قوي. في كل حاجه اعتقد ليها ابلكيشن وفي تولز وكل حاجه ايه موجوده على اودو، يعني برنامج متكامل وبرنامج حلو جدا. تمام. برضو دي احنا لو عايزين بقى نشتري البرنامج نقدر ندخل عليه ونشتري الحاجات اللي احنا عايزينها. تمام. طيب نرجع تاني، وده الداشبورد والديسكس. مش هنحتاج الحاجات دي دلوقتي خالص، والدوكيمنت دي برضو مش هنحتاجها دلوقتي. يلا ندخل بينا ايه على الاكاونتنج بسرعه. تمام. احنا كده فتحنا الحساب. اول حاجه هو طالبها مننا، يعني هو ظاهر عندنا كده هنا هنا الداشبورد ده الريبورتات العميل والحاجات الخاصه بالعميل، سواء الفواتير او الكريدت نوتس او البيمنتس بتاعت العميل، والبرودكتس دي برضه هنتكلم عليها في فيديو لوحدها، والكاستمرز لو احنا هنكريت عميل. تاني حاجه الفيندورز، نفس القصه برضه، نفس الارتباطات اللي موجوده بتتعمل. الاكاونتنج ده جورنال انتري، الانتريز اللي بتتعمل بنعملها من هنا، الديلي انتريز يعني، او الجنرال جورنال انتري. جورنال ايتمز ده بيبقى حاجه زي جنرال ليدجر كده، فيه كل الانتريز او كل الحركات اللي تمت. تمام. والترانسفيرز لو احنا في بنك ترانسفيرز او كده بنقدر نلاقيها من هنا، سواء ان او اوت. وبعد كده الاناليتيك ايتمز والاسيتس، لو احنا هنعمل ديبريشيشن موديل اسيتس عندنا. لونز نفس النظام لو هنعمل لون موديل عندنا. والريكونسايل لو احنا بنعمل بنك ريكونسايليشن او اكونت ريكونسايليشن. اللوج داتا دي خليها للاخر خالص هنتكلم عنها. وهنا الريبورتنج اللي هو يظهر لك القوائم الماليه بتاعتك، البالانس شيت والبروفيت اند لوس والكاش فلو ستيتمنت وهكذا يعني، وبعض التقارير الماليه التانيه. تمام. احنا شغلنا الاول هنبتدي طبعا من الكونفيجريشن. هنا السيتنج زي ما قلنا، البيمنت تيرمز والحاجات دي. لا احنا اول حاجه اروح لها الشارت في اكونتس. طيب احنا دلوقتي ده الشارت في اكونتس ده المفروض يعني ليست بالحسابات اللي موجوده للموظفين او المحاسبين يقدروا يستخدموها في الشركه. طب احنا هنعمل ايه؟ احنا هنكريت لهم شارت في اكونتس، كل حساب يبقى مسؤول عن الجزء بتاعه في تبويبه الصحيح يعني، وعشان يقدروا يشتغلوا بيه. طيب احنا عندنا كذا طريقه. اول طريقه ان احنا هنقعد نكتب مانوال، نكتب له كود مثلا وليكن كده، ونسمي الاكونت بنك اي جي بي، بنك مصري. وهنا نوع الحساب بقى بيجي يقول لك عايزه ايه، هو ده حساب عملاء ريسيفبل ولا بنك وكاش؟ طبعا ده بنك وكاش، وهكذا. ودي ايه تفصيله الحسابات كلها. طبعا احنا بنختار بنك وكاش. تمام. بس كده واحنا بندوس سيف يبقى احنا ايه كريتنا كده ايه الحساب عندنا. طبعا احنا مش هنعمل كده، طبعا احنا عايزين نرفع او يبقى عندنا لسته بشورت اوف اكونتس نرفعها مره واحده. طيب هندخل على امبورت اللي جنب نيو. تمام. بيقول لك ايه هنا امبورت كونتاكتس، دي الاول واحده دي لو انت عايز ترفع تمبلت لكاستمرز عندك.
تقدر تبقى ترفعها من هنا او سبلاير ما تفرقش يعني. import chart of accounts دي اللي هنشتغل عليها. والثالثه import journal items لو احنا عندنا journal items جاهزه او انتريز مثلا طويله، فاحنا بناخد تمبلت من هنا بحيث ان احنا نقدر نرفع بيها الانتري على طول. طيب احنا نرجع اللي احنا هنشتغل عليه chart of accounts. بيقول لك ايه ريفيو مانوالي زي اللي احنا عملناه وخد تمبلت اللي انت تشتغل بيها. طيب انا كده كده كنت عامل داونلود لتمبلت مظبطه، بس خلينا نشوف يوزنج تمبلت بتعمل لها داونلود بننزلها. انا عايز اوريكم شكلها بس. ده بيبقى شكلها. هو هنا بقى بيقول لك ايه؟ هنا بيقول لك هو عايز الكود والاسم والبالانس هيبقى كام. ليه البالانس؟ عشان طبيعي ان انت لما هتنقل على اودو هتنقل ببالانس قديم، يعني ببالانس شركه قايمه بذاتها، الا لو هتفتح شركه جديده. حتى لو هتفتح شركه جديده بيبقى في اوبننج انتري اللي انت حاطط فلوس في البنك عشان تشتغل. تمام. فهو هنا بيديك المثال ان هو الحركات الديبت منزلها بالموجب والحركات الكريدت منزلها ايه؟ بالنيجاتيف، بالنيجاتيف. تمام، بالسالب يعني. طيب احنا مجهز يعني شارت اوف اكونتس. خلينا نعمل امبورت كده، ننزل ده ثانيه. امبورت بيقول لك هنا ابلود داتا فايل. اعتقد ان هي دي دوسنا عليها. طيب رفع لك الحاجه، قال لك الكود تمام تمام تمام. طبعا عايزين نعرف الداتا دي مظبوطه ولا فيها مشكله. بندوس تيست everything seems valid. فاحنا كده ايه تمام. فهندوس له ايه import. طيب احنا كده ايه بسم الله الرحمن الرحيم ضفنا الحسابات كلها. طبعا انا عايز اوريكم بس حاجه سوري. ماشي. انا البنك هنا انا عملت انتري واحد بس. احنا هنا رفعت الحسابات. الفكره في ايه بقى؟ انا بعد ما رفعت الحسابات لو دخلت هنا هلاقيني ان انا حاطط له رصيد 0. طيب ماشي خلاص كانسل. ارجع شورت اوف اكونتس. دي الحسابات بتاعتي اترفعت كلها. طيب انا عايز ابتدي برصيد افتتاحي اللي هبدا اشتغل بيه. لما اجي هنا نروح فين نرجع نروح على جورنال انتريز. نشيل البوست دي عشان يظهر لنا لو في انتريز معموله مش معمول لها بوست. ظهر لنا انتري الاوبننج بالانس اللي هو اللي انا كنت حاطه في الشيت. ثانيه واحده بس. شوف انا فاتح الداونلود. ايوه هات لي تمبلت 1. انا لما جيت رفعت الانتري عملت ايه؟ خدت حركه البنك ديبت 500,000 وقدامها البيد اب كابيتال او راس المال ب 500,000. ده الانتري اللي انا عايزه. فهو هنا حول لي الحاجات دي في انتري. بس احنا لما جينا بصينا على الرصيد ما كانش الكلام ده موجود، ودي حقيقه. طيب ليه ما كانش موجود؟ علشان احنا ببساطه مش عاملين بوست. الانتري لسه ايه؟ انبوستد. لما اعمل بوست يعني لو رجعنا بصينا كده على الشارت اوف اكونتس في كونفيجريشن شارت اوف اكونتس. معلش هتلاقوا الدنيا متلخبطه عشان انا مش محضر ويعني وشغال على طول كده، فمش كاتب اي حاجه. ويعني علشان ايه احاول اوصل للمعلومه بسرعه. لو في غلطات كمان هتشوفوها وبتحصل وانا شغال عشان تشوفوا هنعمل فيها ايه مع بعض يعني. تمام. فيو مفيش رصيد البنك اهو، البالانس 0. طيب جورنال ايتمز برضه بيجيب لك البوستد دي كده. فهنشيل العلامه دي علشان يظهر لنا الانتريز اللي مش بوستد. ظهر لي الانتري. والانتري هنا طبعا هو فاهم ان احنا في سنه 25 فهو قال لك ده بالانس انت جايب بيه من 24 فعمل لك تاريخ الانتري 31/12. الانتري طبعا مانوال. طبعا الانتري ده لو انا الشارت اكونتس الحسابات اللي عندي دي في حسابات كتير يبقى الانتري طبعا انتري كبير. فايه ده اللي ايه هنعمله. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هندوس بوست. خلاص احنا اكدنا الحسابات. هندوس بوست كده. الانتري كاريت كده. لو رجعنا على شارت اوف اكونتس هنلاقي عندنا لو دخلنا على حساب البنك هنلاقي الرصيد فيه بقى 500,000. ده فيديو النهارده. ان شاء الله الفيديو يبقى عجبكم. هو اول فيديو ان شاء الله الدنيا هتتحسن وتبقى احسن. واحاول اقلل وقت الفيديوهات اكتر
لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب ولايك، وسيب لي كومنت لو عندك اي حاجه محتاج تسالني فيها. شكرا، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.